عمرك قابلت حد دايما شكله كويس؟ دايما بيضحك وبيبتسم وبيسمع مشاكل كل اللي حواليه، لكن أول ما الموضوع يجي على مشاعره هو بيسكت؟ ممكن يكون من جواه بيحارب معركة محدش يعرف عنها أي حاجة، والناس كلها تفتكره بخير. لكن علم النفس بيقول إن إخفاء المشاعر مش دايما معناه إن الشخص بارد أو بعيد عن الناس. أوقات بيبقى معناه حاجة أعمق بكتير. ممكن يكشف عن طريقة تربيته وشخصيته والطريقة اللي اتعلم بيها يحمي نفسه. تعالوا نفهم مع بعض ليه في ناس بتخبي مشاعرها. أول سبب إنهم اتعلموا يحموا نفسهم. الناس اللي بتخبي مشاعرها مش معناها إنها ما بتحسش، بالعكس، في أوقات كتير بيحسوا أكتر من اللي حواليهم. علم النفس بيقول إن الطريقة اللي بنتعامل بيها مع مشاعرنا بتتكون من تجاربنا. لو الشخص كبر وهو حاسس إن مشاعره كانت بتتجاهل أو بيتحكم عليها أو محدش بيفهمها، فمع الوقت بيتعلم يواجه كل حاجة لوحده، ولحد ما السكوت يبقى هو المكان الآمن بالنسبة له. هو مش بيخبي مشاعره لأنه ضعيف، هو بيخبيها لأنه تعود يبقى قوي من غير ما حد يلاحظ. السبب التاني إنهم مش عايزين يبقوا حمل على غيرهم. أكيد تعرف الشخص اللي أول واحد تقصده لما تكون مخنوق، بيسمع وبيساعد وبيساند الكل، لكن عمره تقريبا ما طلب المساعدة لنفسه، لأن جواه صوت بيقول له الناس عندها مشاكلها، مش هزود عليهم مشاكلي. فيشيل كل حاجة لوحده، مش لأنه مش محتاج حد، لكن لأنه مش عايز يحس إنه تقيل على حد. السبب الثالث إنهم بيعالجوا مشاعرهم بطريقة مختلفة. مش كل الناس بتعرف تعبر عن وجعها في نفس اللحظة. في ناس لازم تقعد مع نفسها الأول، تفهم هي حاسة بإيه وترتب أفكارها قبل ما تقدر تحكي لحد. هي مش بتدور على اهتمام، هي بتدور على فهم. السبب الرابع إنهم بيخافوا يتفهموا غلط. إنك تفتح قلبك لحد دي محتاجة ثقة، ولو الشخص قبل كده اتحكم عليه أو اتخذل أو حد استخدم ضعفه ضده، فطبيعي جدا إنه يحس إن التعبير عن مشاعره مخاطرة، ويفضل يسأل نفسه ولو ما فهمنيش، ولو استخدم كلامي ضدي. وساعتها السكوت بيبقى أسهل وآمن. علشان كده لما تقابل شخص بيخبي مشاعره، ما تفتكرش إنه مش بيهتم. أوقات أقوى الناس من بره بيبقى شايل جواه حمل محدش شايفه. هو مش محتاج كل الناس تشوف اللي جواه، هو بس محتاج حد يصبر عليه ويفهمه. لأن في أوقات كتير أهدى القلوب هي أكتر القلوب إحساس.